السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ كتير مننا طبعا بيروح أفراح وبتقدم قدامه سلطة بابا غنوج، أو بيروح أي مطاعم فبيلاقي سلطة بابا غنوج. بنروح نعملها في البيت بنلاقي طعمها متغير، بنلاقي اللي احنا بنروح في الأفراح طعمها جميل جدا وفي المطاعم. طب إيه سر المكونات بتاعتها وإزاي إن هي بتطلع ناعمة وطعمها جميل؟ تابعوني إن شاء الله آخر الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مقادير سلطة بابا غنوج قدامكم اهيت. اول حاجه قدامكم البتنجان. البتنجان يا جماعه ربنا خلق البتنجان نوعين، في نوع بيسموه نوع ذكر ونوع انثى. طبعا احنا النوع الانثى اللي هو بتكون الفتحه بتاعته من تحت عريضه شويه. طبعا دي ما بيكونش فيه بذر وبيكون قلبه ابيض من جوه. هنشتغل النهارده ان شاء الله. هيكون معايا 2 كيلو بتنجان رومي هنشويه. طبعا طريقه الشوي نوعين، ممكن زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. الطريقه ديت دي طريقه سهله طبعا، ان احنا بنحطها على النار مباشره لغايه لما حد لما البتنجان يدبل ويستوي، وبنقشره وبنهرسه. طريقه تانية ان احنا ممكن بنجيب البتنجان ونعصه شويه زيت صغيره ونفتحه من جوانب كده وندخله الفرن برضو بيستوي ونطلع نقشره. يبقى معايا طريقتين دلوقتي لشوي البتنجان. الطريقه اللي قدامكم ديت طريقه سهله جدا وجميله جدا وبسرعه، يعني ايه الواحد بتعملها بسرعه. اللي هو بنجيب البتنجان زي ما هو كده، بنحطه على طول مباشره على النار ونقلبه من فتره للتانيه لغايه لما نحس ان هو طري خالص. بتضغطي عليه كده بتحس ان هو طري خالص، بنطلعه ونسيبه يبرد شويه، نبدا نقشر الجلد بتاعه. الطريقه التانيه بنجيب بتنجان، طبعا لازم يكون بتنجان كبير رومي ويكون بتنجان انثى زي ما قلنا. ندخله الفرن ونحط شويه زيت عليه ونفتحه من جانب عشان ما يطرقعش في الفرن. وبعد كده ناخد بتنجان نقشره. ادي البتنجان قشرناه اهوت بشكله الابيض الجميل ده. نبدا نحط له البهارات بتاعتنا. طبعا اللي بيميز سلطه بابا غنوج اللي احنا بناكلها بره في الافراح شويه بهارات صغيره اللي احنا نعملها مع بعض. معايا معلقه توم كبيره، معايا معلقه كزبره، معايا معلقه شطه صغيره، معايا معلقه ملح، معايا ليمونه كبيره او ليمونتين صغيرين، معايا فلفل اسمر، معايا كمون، معايا بابريكا، ومعايا خل، ومعايا طبعا علبة زبادي، ومعايا ربع كيلو طحينة. طبعا يا جماعة الطحينة ديت مش طحينة خام، دي طحينة أنا كنت أعملها اللي هي سلطة الطحينة. اللي حابب يحط طحينة خام مفيش أي مشكلة. وطبعا في خضرة، ومعايا في الآخر بهار كفتة. بهار كفتة جميل جدا بيدي طعم، أو خلطة الكفتة ده اللي هو من الكنور. خلطة جميلة جدا بنرش عليها على سلطة بابا غنوج فبتطلع جميلة جدا. يبقى هي ديت التتبيلة اللي بتميز سلطة بابا غنوج عن أي بابا غنوج احنا بنعمله في البيت، بنلاقي طعمه متغير. امشوا معايا خطوة بخطوة وإن شاء الله هقول لكم على كل خبايا الأفراح إن شاء الله. طبعا دي كان على طلب الأستاذة إيمان سعد، قالت لي نفسي تعمل لي حلقة عن سلطة بابا غنوج، وانا تحت امركم كلكم. اللي عايز حاجة يا جماعة انا عينيا ليكم، وان شاء الله واحدة واحدة هنعمل كل حاجة عشان ان شاء الله يعني الافراح، الاكل الافراح ان شاء الله هتعرفوا كل كبيرة وصغيرة وانتوا في البيت. وممكن تعملي انت مناسبة ان شاء الله من غير ما تستعيني بطباخ ولا حاجة، ويكون الاكل جميل. طبعا التركه اللي جايه ديت ان احنا في كتير مننا بيعمل صوص بابا غنوج بيروح ضاربها في الخلاط، يروح ضرب البتنجان في الخلاط مع اللي هو الخل، يضرب في الخلاط. طبعا يضرب في الخلاط طبعا لو هنعمل كميه صغيره، اما لو هنعمل كميه كبيره الافضل ان هو يتهرس بالايد كده. لازم يتهرس بالايد. طب ايه ليه يتهرس بالايد؟ لان الخلاط لما نضربه في الخلاط بيقعد بعد نص ساعة ولا ساعة بنلاقي ان البتنجان بدأ يطلع مية من جوانب كده في الطباق. فطبعا دي بتكون ايه، ما بتكونش ظريفة شوية. اما احنا لما نهرس البتنجان بايدينا كده، طبعا اولا بنحس بقطع البتنجان ماسكة بعضيها، ثانيا ما بنزلش المية بتاعته. يبقى لازم
ديت خطوة مهمة. طبعا احنا في الافراح لما تكون في كمية كبيرة بنعمله بالطريقة ديت، لا اما طبعا لو كمية كبيرة بنضربه بالمضرب اليدوي، او نهرسه بايدينا كده. بعد ما هرسناه شوية كده بنبدأ ننزل بيه علبة الزبادي. اللي حابب يحط علبتين زبادي مفيش أي مشكلة. الزبادي يا جماعة بيدي طعم جميل جدا في سلطة بابا غنوج. نبدأ ننزل بربع كيلو طحينة. اللي حابب يحط طحينة خام، اللي عنده طحينة مثلا يكون طحينة سلطة طحينة يحطها عادي مفيش أي مشاكل. نبدأ نقلب الدنيا دي كلها مع بعض، ونبدأ ايه نحط بهاراتنا. بنحط أول حاجة ننزل بالثوم. معايا حوالي عن 4 فصوص ثوم أو 5 فصوص ثوم، ومعايا عصرة ليمونة كبيرة أو لو ليمونتين صغيرين. بنعصر الليمونة على البتنجان، ونبدأ ننزل ببهاراتنا. يبقى هي دي إن شاء الله. جربوها يا جماعة الطريقة ديت طعم بابا غنوج اللي انتوا حضراتكم بتاكلوه في المطاعم الفخمة والأفراح، وطبعا بيكون طعمه جميل. كلنا بنقول يعني الطعم الجميل جاي منين. فإن شاء الله هي ديت سر التتبيلة. واحنا إن شاء الله احنا بنعمله في الأفراح برضو نفس الطريقة كده. حطينا البهارات كلها مع بعض ونزلنا الليمون. نبدأ نخفق الدنيا دي كلها مع بعض كده. يبقى احنا عرفنا ليه ان احنا مش بنضرب البتنجان في الخلاط، عشان قلنا احنا اول حاجه لسببين. السبب الاولاني ان احنا عايزين نحس بطعم البتنجان. الخطوه التانية ان احنا بتنجان لما يتضرب في الخلاط بيطلع ميه بعد ما يقعد فتره، فطبعا ما تكونش حاجه ظريفه. بننزل بخلطه الكفته ونهرس الكلام ده كله مع بعض كده بايدينا. نبدأ نحط حوالي عن 3 معالق أو معلقتين كبار خل. ما نزودش في الخل كتير عشان الخل بيعمل مزازة طبعا. ما نزودش في الخل كتير. ونبدأ نخفق المكونات دي كلها مع بعض كده. ونبدأ طبعا يا جماعة في ناس اللي حابب بيحط مثلا فلفل ألوان مع الخلطة ديت مفيش أي مشكلة. اللي حابب يجيب حمص ويضربه في الخلاط بيكون عامل زي الهريسة الحمص كده، ويحطه مع صوص بابا غنوج بيدي طعم جميل طبعا جدا حلو جميل طبعا. اللي حابب يحط قطع طماطم مع فلفل على الخلطة ديت برضو شغال لو حد عايز يعمل حاجة زي كده. احنا طبعا انا بقول لكم الفكرة، وانتوا حضراتكم ممكن تكملوا تكون احسن مني كمان. نبدأ نضرب المكونات دي كلها مع بعض. وهنحط دلوقتي شوية خضرة. طبعا زي ما قلنا ممكن نضربه بالمضرب اليدوي اهو، مضرب يدوي ضربة خفيفة كده، او بايدينا. لكن انا ما بحبذش ان احنا نضربه في الخلاط. زي ما قلنا الضرب في الخلاط هيطلع مية على الجوانب. طبعا بنحب نشكر اصدقاء البرنامج كلهم اللي بيبعتوا لنا رسائل جميلة. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا. وان شاء الله قناتكم تكبر ان شاء الله. احنا مع بعض هنكمل مع بعض بكلامكم الجميل ده ان شاء الله. بس ادعموني بكلامكم الحلو ده، واحنا ان شاء الله هنعمل كل حاجة من اكل الافراح، اكل الطباخين، لحد لما انتوا تزهقوا مني ان شاء الله. احنا مع بعض هنكمل مع بعض، وربنا يا رب يدينا الصحة بيا وبيكم ان شاء الله. نبدأ نحط شوية خضرة، شوية كزبرة مفرومة ناعمة كده، تدي طعم جميل طبعا في سلطة بابا غنوج. شايفين طبعا ملمس سلطة بابا غنوج بدأ ايه، بدأ يتماسك. هو طبعا كمان البتنجان لسه سخن، فتحس ان هو ايه لسه يعني ايه غير متماسك، بس شوية كده طبعا اول ما بيبرد فبيتماسك كله، بتبقى طعمه جميل جدا. جربوه يا جماعة. انا طبعا الحمد لله ما بخبيش عنكم اي معلومة، وربنا يعلم نفسي اقول لكم كل حاجة، بس ان شاء الله بالصبر هنعمل كل حاجة ان شاء الله. نبدأ نحط سلطة بابا غنوج في طبق
طبق غويط كده او في علبة. طبعا العلبة دي طبعا غويطة يا جماعة، خدت الكمية كلها، علبة غويطة من تحت، هي باين هي صغيرة لكن هي خدت الاتنين كيلو كلهم. نبدأ نجرنش سلطة بابا غنوج. بنعمل طبعا جرنشة كده زي ما حضراتكم عارفين. بننزل بحبة لو في زيت زيتون بننزل على الوش كده، حبة زيت زيتون أو زيت ذرة، مفيش أي مشكلة. على الوش كده بيدي تلميعة جميلة، وكمادة حافظة طبعا للبتنجان عشان ما يسودش. بعد كده نبدأ نحط شوية خضرة عليه من فوق، ونبدأ نزينه. طبعا التزيين طبعا دي حسب راحة حضراتكم انتوا. نبدأ نزينه بحلقات طماطم، بشوية فلفل، وفي الآخر طبعا بنحط شوية حمص، طبعا حمص مسلوق. الحمص يا جماعة طبعا نسيت اقول لكم، الحمص بيتسلق. بنجيب مية من الحمص، طبعا بيجي الحمص يتنقع الاول حوالي عن 3 ساعات في المية. بعد كده نحطه على المية ويغلي، ونحط له سنة كمون وهو بيغلي مع معلقة ملح لغاية لما يستوي، ونبدأ نطفي النار عليه ونصفيه من المية بتاعته. ديت طريقة، أهم حاجة حبة الكمون عشان نشيل أي زفرة منه. نبدأ نجرنش الكلام ده كله سلطة بالحمص من فوق كده. اللي حابب طبعا يحط كاتشب عليه من فوق، بيدي تيست جميل جدا. كاتشب، مايونيز، حاجة جميلة جدا. دي كانت حلقة النهاردة، حلقة خفيفة طبعا، على بناء على حسب رغباتكم ان شاء الله. لسه في كتير هنعمله، انتظرونا ان شاء الله في حلقات جاية كتير. ويا رب ما تنسونا من دعاكم واشتراككم للقناة ودعمكم ليا، ونكمل مع بعض ان شاء الله. والسلام عليكم.